تاريخ عريق في تطوير المجتمعات المستدامة من أول حي مدينة نصر. في الحلقة دي من كونكتس معانا عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مدينة مصر. ممكن تكونوا عارفينه من شارك تانك، تعرفوا رؤيته للمستقبل وخطة الشركة للوصول للعالمية. عبد الله، انا قابلتك في الاسانسير قلت لك ايه ده عبد الله انت شارك من شارك تانك؟ قلت لي انا كمان سي او لشركه اسمها مدينه مصر، اكتر او تقريبا 7 مليار جنيه الماركت كاب. قلت لك طب عبد الله ممكن في دقيقه اقنعني ليه النهارده المفروض ارجع واستثمر فيها؟ هتستغرب جدا احمد. مدينه مصر من اعرق الشركات، شركه عمرها 65 سنه في السوق، من اعرق الشركات في الاندستري بتاعتنا. بس انا دايما بقول للناس استثمروا فينا، احنا وان اوف ذا يونجست، من اكتر الشركات اللي تحس ان هي ستارت ابس في المجال بتاعنا، مع اننا من اعرق الشركات اللي بيخش الشركه. احنا لغايه النهارده احنا قريب هننقل في هيد كوارترز جديده ايكونيك تو شو ذا فيوتشر اوف ذا كومباني. بس المبنى الحالي من بره شكله قديم قوي وفي حي قديم. اللي بيخش جوه بيحس ان هو دخل في دايمنشن تاني، حاسس انت عمل كده وورك كده فتح وانت دخلت، وفجاه لقيت نفسك شباب بيجري وطاقه وفريش لوك والحاجات دي كلها. فيعني ممكن تبقى شهادتي مجروحه شويه، بس دايما بقول احنا وي ار ري انفنتنج ذا اندستري، مع اننا واحده من اعرق الشركات وشركه من الشركات اللي رسمت خريطه العمران او الاربن فوت برنت بتاع مصر او بتاع القاهره بالذات في ال60 سنه اللي فاتوا او ما يزيد عن ذلك. ومع ذلك احنا النهارده بينسب الينا ان احنا الانوفيتور بتاع الماركت واللي بيرسم ال 65 سنه اللي جايه. اوكي، بمنتهى البساطه شركه عريقه established player، فعندها التراك ريكورد، عندها مقومات تساعدها انها تنجح، وعندها كمان فكر مختلف عن اللي موجود. صح؟ مظبوط. طب استاذنك برضو في دقيقه واحده تعرف نفسك. انا عبد الله سلام، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركه مدينه مصر. انا بدات البيزنس بتاعي في انا ميكانيكال انجينير اصلا، فمش دارس الاندستري اللي انا شغال فيها النهارده، which is a very important thing. دايما بقولها للشباب انك خليك open minded وانت طالب، ان you might end up probably end up في حته تانية خالص. بدات في فاميلي بيزنس، صناعه وتجاره وميديا وتعليم وحاجات كتير جدا، لحد ما كنت سافرت عشت بره مصر فتره بسيطه جدا ورجعت. عندي فيجن ان السوق العقاري ده محتاج ري انفنشن، عشان كده انا عمال اقول ان احنا on a mission to reinvent the industry يعني. وبدات ببوتيك ديفلوبر صغير كده. very long story short I got an acquisition offer من شركه كانت اسمها مدينه نصر ساعتها. ان هي تاكواير ماي كومباني فور ذا بيربس اوف ان هم عايزين يجي رن الشركه الام يعني. and it happened، حصل استحواذ على شركتي، وخدت بالاستحواذ ده اسهم في الشركه الام، وبقيت مساهم في شركه مدينه مصر. وبقى لنا 3 سنين في الجيرني الجديده ديت باداره جديده، واللي حصل في 3 سنين اللي فاتوا دولت من وحي الخيال زي ما بيقولوا. هنبدا يا عبد الله دايما باول حاجه كان الناس دايما بيقولوها لي وهم بينصحوني في البيتش بتاعتي: لو اللي انت بتحاول تعمله مش قد ان انت تقول في اول 15 ثانيه، يبقى ما يستاهلش ان انت تعمله. ايه الوات بتاعتكم؟ اللي هو لو من جمله ل3 جمل، ايه اللي انتوا بتحاولوا تعملوه جوه مدينه مصر؟ طيب انا هقولها لك في جملتين. انا في جمله يعني حافظها ومحفوره في قلبي دلوقتي، اللي هي البيربس ستيتمنت بتاعتنا. اوكي. فاحنا البيربس ستيتمنت بتاعتنا ان ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامه to drive growth in Egypt by developing sustainable communities. كل كلمه من دول هي ممكن ناخدها حته. انا برضو انت فكرتني بحاجه برضو، كان هو بيقول لك دي الجمله اللي هو انت بتصحى كل يوم من السرير بتقول انا هنزل النهارده اروح الشغل عشان عايز اعمل دي. قولها تاني كده. يعني ندفع النمو في مصر بتطوير مجتمعات مستدامه. ندفع دي كلمه مهمه جدا. ايه بقى قصدك بندفع؟ ان احنا درايفنج فورس، احنا بنبوش الناس. عملائنا البارتنرز بتوعنا عجله الاقتصاد ساعات، لان احنا صناعه مؤثره جدا في الاقتصاد، واحنا شركه مؤثره في الصناعه، فاحنا ترس مهم جدا. فلما السوق يبقى مريح احنا اللي بنزق، احنا ما بنخافش. فحته الدفع دي مهمه جدا ومهمه قوي في كلتشر الشركه عندنا. عامه يعني امبرست، لان انا قبل ثاندر كنا في اوبر. نيلي اللي بتليد كونتنت كانت معانا في اوبر، وكان من الحاجات اللي احنا قلنا اتأثرنا بيها جدا في اوبر هو فكره الكالتشر فاليوز. فرجوعا للبيربس ستيتمنت بتاعتنا، قلنا ان ندفع النمو في مصر
أوكي. بص انا عملت خناقه في الشركه، وانت عارف احنا شركه مدينه مصر. فانا لما قعدنا نارتكيليت او نصنع الرؤيه دي ونكتبها البيربس ستيتمنت بتاعتنا، انا اندفعت شويه اول ما جيت كرئيس تنفيذي للشركه، ورحت طالع بحاجه along those lines وكتبتها وقلت لهم اهي الرؤيه بتاعت الشركه. وبعد شويه لاني كنت مستعجل ومتحمس وعايز ابدا وبعدين لقيت نفسي عملت ان انا اخطات في ان انا ما اشركتش التيم معايا في صياغه الرؤيه دي. قلت لهم بوز، تعالوا نعيد صياغتها تاني، ما عنديش مانع ان احنا نرميها في الزباله ونبدا بواحده جديده. قلت لهم ما عنديش غير شرط واحد، واستحملوني هابيوز ماي باور في الحته دي، ان هي تريفولف اراوند مصر. اي حاجه تانية بقى عايزين تحطوا اي حاجه اراوند القصه دي كلها، ما عنديش مانع نغير كل حاجه كانت في السابق. وطلعنا باللي احنا قلناها ديت، وات واز اولموست ري انفنتد. احنا اتولدنا من رحم البلد دي بغض النظر، ده مش معناه ان احنا مش هنطلع بره مصر كجيوغرافيك اكسبانشن واوبريشنز، بالعكس انا بقول لهم one of our purposes بقى كمان المنبثقه من البيربس الاساسيه ان البراند ده مدينه مصر يبقى ناشونال برايد. في براندز في العالم بتبقى مربوطه بالبلد ريجاردلس اوف ذا اونرشيب، مش لازم تبقى الحكومه بتملك الشركه. ممكن يعني اي حاجه قول اي بلد هتلاقي فيه براندز معينه مرتبطه بيها. انتوا في ثاندر بتقولوا احنا عايزين نديموكراتايز الانفستنج. انا الاندستري عندنا مختلفه شويه. الاندستري از كايند اوف اوريدي ديموكراتايز لان هي اولموست اكسسبل لاي حد، واحنا الشعب المصري بالذات بيحب الاستثمار في العقار. انا ساعات بحاول اشبهها في كلمه شبهها شويه، بقول احنا وي وانت تو راشنالايز ذا اندستري، مش ديموكراتايز، اتس اوريدي ديموكراتايزد. بس وانا وصلت لمين ان احنا نراشنالايز نمنطقها. ليه؟ لان انا بيجي لي سؤال كتير جدا، الاقي مثلا حد بيثق فيا او عارف ان انا شغال في المجال ده، فيجي يقول لي يا عبد الله انا معروض عليا الشاليه الفلاني مثلا في الساحل الشمالي، اخده ولا لا؟ انا بقول له انت عايز ايه؟ الناس محتاجه education واويرنس. العقار ده بيسيرف وات كايند، هو انفستمنت تول عنيفه. في ستاتستيك ان 90% من مليونيرات العالم were made from real estate. which makes sense لان اي حد يملك عقار تقريبا makes him a millionaire. بس الناس مش عارفه الاداه القويه قوي دي اللي it's almost guaranteed to make you a millionaire تخشها ازاي. انت داخلها في حاجه ريزيدنشال ولا نون ريزيدنشال؟ طب ولو نون ريزيدنشال وات كايند، والكومبوننت ايه، والسايز والتيكت سايز ايه، وانا داخلها فور ذا لونج تيرم عشان الانكم اللي هيجي لي منها، ولا داخل اعمل فليبنج، ولا الموضوع بقى فيه ديبت وكومبوننتس غير طبيعيه. فاحنا في مهمه تانية بيوند البيربز بتاعتنا از تو راشنالايز ذا اندستري. انت عارف احنا يعني انا كنت المفروض اخد ديت تبقى دي المقدمه بتاعت اللي احنا بنحاول نعمله. هو احنا مهم قوي 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 ان انت تبقى عارف انت تستثمر فين. يعني الفكره عامه من السلسله دي هو يعني مهمه جدا عندنا في رامبل، ودايما بنتكلم عليه. احنا مش هنقول لك اشتري ايه وبيع ايه، احنا هنعرض عليك افكار وهنعمل على فكره كل الهوم ورك، وهنقول لك وادي الشركه ديت وعمرو الالفي والتيم هيبصوا عليهم ويعملوا يقعدوا يسهروا، والراجل بصراحه كمان حتى ويك اند شغال. بس في الاخر انا هعرض عليك، هدي لك فكره زي ما انت عايز تعمل ايه المميزات بتاعتها، ايه المخاطر بتاعتها، امتى بتطلع امتى بتنزل وانت تخش فيها، ايه بقى المشكله اللي انتوا بتحلوها. بص السوق ده تاني بقول لك لانه سوق عريض جدا وديبلي روتد، وزي ما بقول لك اتس كايند اوف ديموكراتايزد، بس لسه لازال في هوم ورك محتاج يتعمل ديموكراتيزيشن. ويمكن انت عارف احنا بنعمل شويه انيشيتيفز كده في حته فراكشنالايزنج هنتكلم عليها عشان نديموكراتايز او نسهل الدخول لفئات اخرى. ولكن تاني هي من الحته اللي انا لسه قايلها، احنا السوق في مصر احد مشاكله بالعكس، انا دايما بقول السوق العقاري بيتحكم في فاندمنتالز معينه، على راسها سبلاي اند ديماند اللي هي الاساسيه بتاعت اي سوق موجود، وبعد كده بقى الريجيليشنز المنظمه، الفاينانشال انستتيوشنز، الانترست ريت، مورجج، ومش عارفين شويه فاندمنتالز للاندستري بتاعتنا. فدايما لما بقارن باسواق مور ماتشور بلاقيهم منظمين جدا عننا، والانترست ريت ماتش مور هيلثي، والمورججز ان بليس وشغال، والفاينانشال انستتيوشنز بتقوم بدورها، وكل بقى البوديز اللي انفولد كل واحد بيقوم بدوره صح، بس بيفتقروا للديماند الحقيقي. فتلاقي بلاد واسواق كتير معروفه حوالينا ومحترمين وناجحين من الحته دي كلها، فتلاقيه قاعد بيشوف ازاي يامبورت ديماند من حته تانية. احنا العكس، احنا عندنا الديماند ما شاء الله في مصر سد عين الشمس، ولا زال في جاب غير طبيعيه ما بين السبلاي اند ديماند. السبلاي لا زال اقل بكتير جدا، دي مفاجاه ناس كتير جدا بتتخض لما تسالنا المتخصصين في العقار، يقولوا لنا هو السبلاي كتر هيحصل ايه، طب البيرست امتى؟ لهم وي ار فيري فار فروم بيرست، ان شاء الله عمرها ما تحصل. يعني املنا في هذا السوق، بس هي بالورقه والقلم وفيري فار، لان السبلاي لا زال بعيد تماما عن الديماند.
ولكن ينقصنا بقى كل الحاجات التنظيميه الاخرى. في حاجات منها واخده خطوات احسن من الثانيه في الريجوليشنز، في الفاينانشال انستتيوشنز، في الانترست ريت. فهو كأني المشكله اللي احنا بنحلها از باك تو تاني راشناليزنج ذا ماركت. السوق از كايند اوف is very fragmented وكيوتك شويه، او يعني في شيء من العشوائيه شويه. فاحنا بنحاول ننظم السوق شويه، احنا وعده مطورين تانيين حاطين الموضوع ده هدف عندهم. وبحب دايما اجاوب على الحته اقول حته ان احنا we're trying to reinvent، لان السوق دوت بقول لك if you rationalize it هيبدا يظهر لك ناس عندها اسئله كتير جدا مش هتتجاوب بالكونفنشنال واي. انا عايز اتكلم معاك على المشكله او يعني لما بتقول السبلاي اقل من الديماند، العرض المعروض اقل من المطلوب. طيب. اول حاجتين عايز اسالك عليهم. لو انا فاهم صح، المطلوب دوت او الطلب في نوعين من الطلب. في طلب للمعيشه او للاستخدام، وفي طلب للاستثمار. فانت بتقول العرض اقل من الطلب، هل للطلبين ولا طلب واحد منهم؟ الحاجه الثانيه، هل العرض اقل من الطلب من وجهه نظرك اكروس الفئات المختلفه، ولا مثلا لا في اللي هو في الفلل، في البيوت الشباب، في المتوسط اسعارها، انهي حته اللي فيها؟ اقول لك شويه ارقام تثبت لك ان هو سربرايزنجلي في مصر، وده تاني يوريك البوتنشال بتاع السوق المصري في الحته دي كلها. اكروس اول، اوكي، سواء بنتكلم على الكونسيومر في اكروس اول الشرايح، او بنتكلم على البرودكت تايب، او بنتكلم على هو استثمار ولا سكن. وخليني هايلايت الحته بتاع استثمار ولا سكن دي. هم في الصناعه بتاعتنا they go hand in hand زي ما بيقولوا كده. هم مش في قطاع بيشتري للاستثمار بس، وقطاع بيشتري. انا دايما بشبهها تشبيه بسيط جدا بيسهل الناس الرؤيه. اللي بيشتري، لان احنا كنا دايما بيتقال لنا قد ايه، انت يقول لك بعت بكام، تقول له اكس، فيروح قايل لك قد ايه منهم طلب حقيقي. فبقول له يعني ايه طلب حقيقي؟ يعني عايز يسكن. بقول له يعني المستثمر ده ايه؟ بيقول لي لا ده مش طلب حقيقي. قلت له لا، هو طلب حقيقي زياده عن اللزوم لعده اسباب. اول حاجه هو موجود كل سنه، فهو ما ينفعش نغفله. مش مثلا في سنه بيجي مستثمر وسنه لا، هو موجود كل سنه. بس عشان نبسط الموضوع، هو المستثمر دوت بيشتري اون بيهاف مستخدم في المستقبل. صح. هو النهارده هي كان افورد انه يشتري البيت ده، وفي واحد عايزه بس هي كانت افوردت، فده هيشتريه وده يأجر منه، او ده هيشتريه وكمان سنتين اللي ما كانش قادر هيبقى قادر ويشتري منك. فاتس كايند اوف سيلينج ذا فيوتشر شويه. فالمستثمر ده هيفضل موجود في البايب لاين بتاعك، فهو ديماند حقيقي. فالاثنين موجودين. واسال بقى اي حد، مفيش حد البيور سكن دايما عنصر الاستثمار مأثر معاه. ده بره في مصر في اي حته. يعني اللي بيشتري بيت للسكن دايما بيقول طب انا لو بعته هيجيب لي كام؟ طب المنطقه دي الابريشيشن فيها شكله عامل ازاي؟ طب انا لو حبيت اعزل كمان، طب لو حبيت اعمل ابجريد هجيب عائد على فلوسي شكله عامل ازاي؟ طب انا لو وتلاقيه ساعات حتى من كتر ما اوريك قد ايه القرارين ممزوجين ببعض. ساعات حتى لو هو جاي يشتري وحده للسكن يقول لك طب ما اخد واحده ثانيه استثمار. دايما القرارين ممزوجين ببعض في العقار، لان انت مش بتشتري كوبايه قهوه برقم صغير وهتكونسيومت وخلصت القصه على كده. بتشتري في حاجه سام تايمز فور موست اوف ذا بيبل اللي بيشتروا عقار بتبقى تحويشه العمر، وبيبقى ممكن حاجه ما تتعملش غير مره او مرتين في العمر. فدايما قرار الاستخدام ممزوج بقرار الاستثمار. فاكشلي احنا بنحل بقى المشكله اللي انا عمال اقول لك بتاعه الكيوس دي ازاي والقصه دي. انا بحب اشبهها بتيبيكال 2 باي 2 ماتريكس كده. يعني لو حطينا كده الاستثمار مع اليوزابيلتي، ولان القرارين دايما ممزوجين ببعض، ففي شركات او في برودكتس موجوده في السوق هتلاقي عنصر الاستثمار فيها اقوى بكتير جدا من اليوزابيلتي. مش مركزين على اليوزابيلتي، يعمل لك يقول لك ايه اللي بياكل في السوق دلوقتي المساحات الصغيره عشان تعرف تبيع بسرعه، فمش عارفين. فمش مركز قوي على البرودكت انوفيشن والسوق عايز ايه عشان يبيع لك حته انت دي لو اشتريتها هتبيعها بسرعه وهتكسب فيها كتير وبتاع. فتلاقيه بقول لك في ال 2 باي 2 ماتريكس كده هتلاقيه في حته الاستثمار قوي جدا، في اليوزابيلتي ضعيف جدا، فتبلوتهم في مكانه. وفي واحد تاني بالعكس، ده راجل احنا طول عمرنا بتوع اسكان واحنا مش مستعجلين واحنا بنبيع للاسر واحنا بنبيع لمش عارف مين، فتلاقيه مركز على البرودكت وده مطلوب، ومركز على البرودكت بس ممكن تلاقي البرودكت بتاعه تقيل شويه، او ان هو لايف ستايل براند او القصه دي كلها. فالبرودكت بتاعه هيكسب وكل حاجه، بس بيقول لك ايه، ما تجيش تقول لي انا عايز ابيع كمان 6 اشهر البرودكت، او لان التيكت برايس كبيره جدا فالزباين اللي بيشتروها قليله، فانت محتاج تقعد معاه 5-6 سنين على ما تلاقي الزبون بتاعه او تلاقي حد شبطان في البرودكت ده لانه تايلر ميد او القصه دي كلها. احنا بقى بنحاول نجو فور ذا سويت سبوت. عارف دي دايما انا دايما بقولها دي ماجيكال تول when trying to target البوزيشننج بتاعك في الماركت. ماب الماركت شكله عامل ازاي، مين بيغطي انهي حتت، وشوف السويت سبوت فين او الجاب فين زي ما انت بتقول. فاحنا بنحاول، وده اللي انا هقعد اعيد في الكلمه بتاعت اللي بنحاول نراشنالايز الماركت شويه فيها، ان احنا ندي للناس سويت سبوت بيحقق فيها عائد
محترم جدا لانه برودكت استثماري في المقام الاول من غير ما نكمبرومايز اليوزابيلتي والبرودكت انوفيشن. بص احنا وي جاست هيت ا مايلستون. كنا السنه اللي فاتت السوق حصل فيه تغييرات كتير جدا وكان فيه هايبر انفليشن في السوق والحاجات دي كلها. ف مفيش رقم اكيوريت قوي بس وي نو فور شور الصناعه كلها بتتحدث ان احنا السنه اللي فاتت تخطينا التريليون جنيه مبيعات تعاقديه. خلي بالك الاندستري دي فروم الفاينانشالز فيها بتاعتها يونيك شويه في المبيعات التعاقديه، ودي اكتر حاجه بالرقم بتظهر للناس اللي هي كام حد اشترى جديد تعاقد على وحده. بس لاننا صناعه بتبيع الفيوتشر شويه، فانت اللي تعاقد ده لسه ما استلمش الوحده بتاعته، فانت في الارقام وريبورت رقمين اللي بيسموا توب لاين شويه او كونتراكتد سيلز وريكوجنايزد ريفينيو اللي بينزل في البي اند ال بتاعك. فالريكوجنايز الكونتراكتد سيلز دي اللي بقول لك كام واحد تعاقد على وحدات جديده، وده اللي وي هيت اي ثينك ذا تريليون ايجيبشن باوند مارك. اي ثينك ان ده بيحطنا في ان لم نكن اكبر قطاع في الاقتصاد فواحد من اكبر 2 3. يعني لو خرجت الحاجات بقى زي البترول وحاجات كده اعتقد ان احنا اكبر. عندك فكره طب الريكوجنايزد قد ايه؟ الريكوجنايزد ريفينيو قد ايه؟ ده عاده بيبقى اراوند 10% من الرقم ده. اوكي. فالكونتراكتد سيلز هو كم واحد تعاقد على وحده واجمالي قيمه هذه الوحدات. الريكوجنايز بيتحسب بحاجه من الاثنين، يا اما برسنتج اوف كومبليشن، فكمطور انا بنيت قد ايه من المشروع، فلو بنيت 10 ما بين الكومبليشن والدليفري موستلي توردز الدليفري او الدليفري لما اجي اسلم ريكوجنايز. انت بتقول تقريبا دايما قد ايه؟ حوالي قرب ال 10% بيبقى الريكوجنايزد ريفينيو 10 to 15% من الكونتراكتد سيلز. اوكي. لو انت عايز تقول، عارف دايما كنا بنتكلم ان انت ما ينفعش تبني لكل الناس، صح، بس انتوا برضه اسمكم مدينه مصر فممكن تكونوا بتبنوا لكل الناس. انتوا بتبنوا لمين؟ مين الكلاينت بتاعك؟ بص طبعا انا هستند لل 80-20 رول، بس احنا عندنا الحته دي فيري يونيك. اوكي. انا موافقك يعني بنلكتشرت في الماركتنج للناس والحاجات دي كلها، وزي ما انت قلت كده يعني انت you can't be everything for everyone, you have to be something for someone or else you'll be nothing for no one. فده رول معروف، بس انا دايما بقول في اكسبشنز. بس الشركه بحجم مدينه مصر وبعراقه مدينه مصر وبتاريخ مدينه مصر عندها وضع استثنائي شويه، ومش استثنائي وموجود على فكره في اندستريز كتير. يعني كنت درست كيس ستاديز كتير جدا بالذات في 2 اندستريز معروف عنهم الحته دي. مثلا شركات الطيران عندهم دايلاما رهيبه جدا، لان هو بيبيع للايكونومي وبيبيع للبيزنس وبيبيع للفيرست كلاس اندر وان براند وراكبين مع بعض نفس التيوب. فعندهم وات داي كول في الماركتنج بيبقى ممكن يبقى فيه فريكشن ما بين الديفرنت هيراركي بتاع الكاستمرز بتوعه، خطر على البراند. وفعلا وفي الاندستري دي بالذات المثال اللي دايما بيضربوه، لان يعني مش ليترال بس يعني الزبون ده بيحبش ده وده ما بيحبش ده. يعني بتاع الايكونومي حاسس مين التنك اللي قاعد ب3 اضعاف ثمن الكرسي بتاعه عشان ياكل سيمون في مين، والتاني مين الدوشه اللي جايبين معاهم عيال احنا مسافرين بيزنس وعايزين نركز والحاجات دي كلها. ففي علاقه فيها فريكشن. فهاو they manage it is very smart، وفي كيس ستاديز كتير جدا on how to manage بتاع. عشان كده بيقعد ده في البيزنس كلاس مش عشان يدلع جزء منه عشان يدلع، بس عشان يفصل القوات بتاعت الاثنين دول مع بعض، ويقفل الستاره ما بين التو كلاسز ونزل ده من الطياره الاول. في شويه تاكتكس كده بيعملوها في الحته دي اندر سكسسفول. فاللي بيبقى راكب بيزنس كلاس في الطيران الفلاني is proud of the brand he's flying with، والتاني نفس القصه. ده احنا عندنا من اول عشان ابقى رديت بقى على السؤال، عندنا من اول مشروع اسكان اجتماعي في مدينه حدائق اكتوبر لحاجات فيري هاي اند بارقام اللي هي الناس بتتخض لما بتسمعها، وبتلاقي العميل جاي بيقول لك انا عايز 4 جنب بعض. وده والاثنين اندر ذا سيم براند ومش متضايقين. هي دي الحته اللي احنا بنحس ان احنا فيري سكسسفول. بس تعملوا سب براندز بقى اعتقد اندر ماست الاندستري دي بالظبط. الاندستري دي ميزتها ان انت المذر براند او الديفلوبر نيم ده از فور كريديبيليتي اند تراست. الكومباوندز دايما والكوميونيتيز اللي بتبني دايما في سب براندز حتى within the same level. يعني لو عندي كذا كومباوند A level او luxurious او حاجه اكسكلوسيف، ده ليه طابع اركتكتشر معين فليه اسمه معين، وليه ستوري بيهايند فليه اسمه معين، جيوغرافيكلي في حته مختلفه فليه متطلبات معينه. فتاني احنا لينا طابع خاص في الحته دي. اي ثينك وير دوينج ا جريت جوب فيها، في حته ان احنا بنخاطب سبيكترم اوسع شويه من براندز تانية كتير بقول لك دوينج ان اميزنج جوب في نيش معين، مش عايز يخرج بره اصلا ولا عايز يلعب اللعبه الثانيه. بس اي ثينك ان كمان علشان نعرف ان هتلاقيني على طول بريفير باك تو اور بيربس ستيتمنت، عشان حته السستينابيلتي ودرايفنج جروث ان ايجيبت هتلاقينا محتاجين نحافظ على السبيكترم الواسع بتاعنا شويه. بس انا كنت عايز اقول لك في حته الطلب
واللي هو العرض والطلب. ويمكن انا متاثر برضو بالاعلانات اللي بنشوفها في التلفزيون، اللي بنشوفه في البيلبورد، تحس الناس كلها بتبني فئه معينه بس بستايل معين بحاجات كده. هل ده ناتج عن ان هو الفيلل والحاجات ديت هي العرض فيها اقل من الطلب، ولا يعني عمرنا ما بنشوف مثلا على كومباوند عمارات عادي فاهم قليل، مش زي ما انت بتقول مش بنفس الفريكونسي او الكونسنتريشن بتاع التاني، لعده اسباب. كله بيتطلع انه يبيع للي فوق ده، لان ده زبون حلو ومعاه فلوس كتير، ممكن يشتري مالتيبل يونتس، يشتري مره واثنين وثلاثه، كل سنتين يجي يشتري من عندك. العنصر الاستثماري عنده قوي، الملاءه الماليه، مش هيديفولت معاك في الدفع. احنا بندفع اكستندد بيمنت بلانز، احنا بنمول العميل لغايه ما نبتاع. فكله بيتطلع ان يبقى اتليست عنده واحد من مشاريعه بيخاطب الحته دي، ولو يعرف يوصل لها كمان الباقي اسهل. انت لو بقيت معروف ان انت بتخاطب الشريحه دي، انك تسيرف الباقي اسهل، والعكس مش صحيح. فلو انت بقيت خلاص بوزيشن ان انت بتخاطب شريحه الاقل قدره، او اللي هي في الاخر عايزه الاستخدام فقط ولا عندهاش العنصر الاستثماري، انك تبيع بعد كده للشريحه الثانيه اصعب بكتير جدا. فاعتقد ده احد الاسباب. السبب الثاني بيور تسويقي. انت ممكن تبقى بتخاطب شريحه معينه بس انت بتوري له اسبريشن. فعارف حتى برضو بلغه الماركتنج دايما بيجي يقول لك انت عندك في البرودكت لاين او البايب لاين بتاعك دايما في الكاش كاو بتاعك او الريفينيو جنريتور بتاعك، وفي واحد تاني البروفيت جنريتور بتاعك، مش مهم ابيع منه كتير بس لازم اكسب منه كويس. وفي الايمج بيلدر ده ممكن ما اكسبش منه، ما باخد جنريتور بتاعي، بس هو ده اللي ببروموته. احنا قلنا خلاص الوات دفع النمو في مصر عن طريق تطوير مجتمعات مستدامه نسيتها. وقلنا حته المشكله هو مش في فوضى بس ازاي، او المشكله انت كنت شايفها هو انك ازاي تعرف تخلق منتج يتناسب مع الطلب الاستثماري والطلب السكني في نفس الوقت. لان هو دلوقتي في منتجات استثماريه بحته، بس لو جيت تسكن فيها ممكن تبقى مشكله، وممكن ده اصلا عامه ياثر على المنتج كاستثماري حتى تيجي بعد كده تتخرج منه. صح. او منتج سكني بس التيكت سايز بتاعته عاليه جدا فما تقدرش تستخدمه كاستثمار. فده الجاب اللي احنا توازن ما بين العنصرين الاساسيين اللي بيدفعوا ايه بقى الحل بتاع مدينه مصر؟ طيب. مدينه مصر بقول لك موضوع كبير قوي. تاني شركه خلي بالك، في الصناعه مهم جدا فيها الكريديبيليتي. فانت شركه بقى لها 65 سنه في السوق، طورت حي من اهم احياء القاهره، حي مدينه نصر، اللي بيمثل الى يومنا هذا كلوز تو 22% من مساحه مدينه القاهره. بيسكن فيه نورث اوف 3 مليون نسمه، بتتكلم في قرب المليون اسره، مساحه 80 مليون متر. بس هو في الاخر معقد جدا، وجزء بقول لك لا يتجزأ من نسيج المجتمع العمراني المصري الحديث. في حاجات كتير جدا. كان عندنا حمله في التلفزيون اول ما بدانا المانجمنت الجديده والنيو ايمج بتاع الشركه، كنا بنقول كل حاجه اتغيرت في مصر بعد مدينه نصر. فلان في فعلا كان ظواهر سواء معماريه او تجاريه ما بتظهرش غير في مدينه نصر، وبعد كده تطلع لبقيه مصر. المولات بدات هناك، يعني ايه شارع تجاري، يعني ايه استاد القاهره هناك. فكل بقى الاحداث الرياضيه في مصر بحلوها بمرها، باللي بيحصل في الشوارع، بناس تنزل تحتفل فانت بتتكلم انت جزء من نسيج المجتمع المصري. فحدث ولا حرج في الهيستوري. يتبع ذلك بقى لاند بانك. انا دايما بقول بنتحسد عليه. يعني عندنا الحمد لله لاند بانك من اكبر اللاند بانكس في مصر، بس انا دايما بقول اللاند بانك بتاعنا مش حجم بس هو اللي الناس بتحسدنا عليه، او اللي بيميز الشركه. لوكيشن مرعب بتاع المتبقي من اللاند بانك بتاعك اللي انت لسه بتديره. هو متبقي قد ايه من اللاند بانك؟ احنا بنسميه اللاند بانك الحديث ما دون حي مدينه نصر. النهارده بنتكلم في حدود ال 11 مليون متر مربع، نصهم قيد التطوير ونصهم لسه بكر زي ما بيقولوا، في مواقع بقول لك مميزه جدا. وعمالين بنستحوذ على اراضي جديده. احنا عندنا نهم وعندنا ابيتايت لتحقيق البيربز بتاعنا. فاحنا we're not stopping there even though ان في ناس تقول لك احنا في شركات ما عندهاش ربع اللاند بانك ده وشغاله. احنا الابيتايت بتاعنا اكبر من كده بكتير. فبقول لك غير حجمه، اللوكيشن بتاعه قوي جدا، الكومبوننتس بتاعته
لان هو كان حاجات ليها سبيشال اوكيجنز في طريقه تكوين الارض والاستحواذ عليها لطبيعه الشركه في الهيستوري بتاعها. فالكومبوننتس بتاعتنا مختلفه عن حاجات كتير جدا موجوده في السوق. وحته بقى فيري تكنيكال وفاينانشال، اراضي الشركه الحاليه غير الاستحواذات الجديده دي بقى بتنطبق عليها رولز جديده بتاعت السوق يعني. بس الاراضي الحاليه بتاعت الشركه اراضي مسجله، اراضي معلهاش لايبيليتيز، اراضي فري هولد زي ما بيقولوا. فبتدي الشركه ايدج غير طبيعي في التطوير. فده الفاندمنتالز صح التعبير. الحمد لله عندنا ابتكارات في السوق ان ترمز اوف ذا برودكت نفسه. يعني عندنا في برودكتس في السوق معروفه، الشقه الفلانيه اللي هي بتاعت مدينه مصر، في حاجه عندنا اسمها الاس فيلا، ده برودكت ما حدش بيعمله في السوق غيرنا. فيقول لك الاس فيلا بتاعت مدينه مصر وخلاص بقى ليها سوقها والناس عارفاها، وبقينا بننزلها بكوتا معينه لما بتنزل بتتفرم وبتاثر على برودكتس ثانيه. الحاجات دي كلها فور فيري سترونج تكنيكلي كمان. عندنا انجينيرنج تيم قوي جدا جدا جدا، وانوفيت داخليا اون ذا برودكت ليفل. عندنا ماستر بلانرز اقوياء جدا، بنستعين بكبرى المكاتب الديزاين فيرمز والاستشاريين والحاجات دي كلها. يعني ده ايدج تاني انا ده بشوفه. عندنا علاقتنا بالبارتنرز بتوعنا قويه جدا جدا جدا، سواء على المستوى التكنيكال المقاولين والاستشاريين والحاجات دي كلها، او المستوى البيعي المسوقين العقاريين والبروكرز وتيم البيع بتاعنا طبعا نفسه. فده دي الفاندمنتالز بقول لك بتاعت الاندستري. زود عليها اللاير الماركتنج ريسنتلي بالذات، الحمد لله الناس كلها شايفه الطفره اللي حصلت والبوزيشننج الجديد بتاع شركه والريبراندنج اللي بقول لك في فتره. انا بقول لك من تجاربي في شركات سابقه في اكسبيرينس السابقه، البرسبشن والبوزيشننج اللي اتحقق لمدينه مصر في اقل من 3 سنين عاده بياخد شركات تانية 10 و15 سنه على ما توصل له بصرف اكتر بكتير. على حته الانوفيشنز كنت اعتقد عاملين كولابوريشن مع حد، كنت تكلموا على في انوفيشنز لاب دلوقتي. ايه الانوفيشنز لاب؟ يس، احنا عملنا بزنس يونت منفصله اسمها مدينه مصر انوفيشن لابس. بارت اوف ات تو عارف انستيل الكالتشر ان احنا يا جماعه مش بنهرج، احنا مش بنقول انوفيشن دي عشان كلام فاضي اتقال علينا في الجرايد. احنا وي بليف ان ات لدرجه ان دي بقت بزنس يونت منفصل عندنا بتيم منفصل قاعد ما بيعملش حاجه غير انه بيفكر في هاو تو سولف بروبلمز ان ا ديفرنت واي. جزء منها عشان يبقى عندك ايدج، جزء منها عشان بجد تحل. احنا هتلاقي اللغه دي رايحه جايه على طول، انت لو ما بتحلش مشكله عندك صح. يبقى عندك مشكله. فاحنا قاعدين عاملين مابينج للبين بوينتس بتاعت العملاء بتوعنا بطريقه فيجوال ولذيذه جدا كده، وحجم كل بين بوينت شكلها عامل ازاي، وبنقعد بقى ايه نكسبلور بقى ديت نخش لها من هنا ولا نعالجها كده. طب دي حلها فاينانشال ولا دي حلها تكنيكال؟ طب الانوفيشن لابس ديت مدينه مصر انوفيشن لابس معنيه بالفاينانشال انجينيرنج سولوشنز، معنيه بالبيلدينج ماتيريالز والبيلدينج والكونستراكشن ميثودز، معنيه باليوزر اكسبيرينس عامه بتاعت العميل بتاعك من اول ما بيشوف البراند بتاعك لما يخش الشركه يروح السيلز سنترز بتاعتك للكاستمر افيرز والحاجات دي كلها. احنا وير وركينج وذ وورلد وايد رينون كونسلتنتس في حته اليوزر اكسبيرينس والحاجات دي كلها، تو ريديفاين ات. عايز اسالك سؤال، ايه الانوفيشنز لاب طلع اي منتجات؟ احنا طلعنا اوريدي الانوفيشن لابز نفسها عمرها ما كملش اعتقد سنه لسه. واوريدي طلعنا منها 3 برودكتس، موست اوف ذم في السكه بتاعت الفاينانشال انجينيرنج والفاينانشال انوفيشن. بدانا اكشلي احنا بدانا بحاجه اسمها سيف، بس اللي بدات مور بوبيلر كانت طوبه. اوكي، خليني احكي لك على طوبه وهنرجع لك. سيف از ذا فراكشنال بروبرتي اونرشيب برودكت. انا كنت بداته في شركه تانية، وبعدين لما حصل الاكوزيشن بقى هو النواه بتاع انوفيشن لابس. فده الفراكشنال بروبرتي اونرشيب، وده معني بالكوميرشال بروبرتيز في المقام الاول. كان واحده من البين بوينتس زي ما بقول لك كده في المابينج عندنا كانت هي طريقه اقتناء العقار، مش العقار نفسه. هنفترض ان everything از فيكسد زي ما بيقولوا كده، ان العقار حلو وديزاين حلو ومساحته مظبوطه وسعره مناسب وكل حاجه، بس هشتريه ازاي؟ والطريقه التقليديه اللي موجوده النهارده لا اعيب فيها، احنا لسه بنبيع بيها برضو، لا اعيب فيها لان هي كانت النتاج الطبيعي لظروف سوق لما المودرن تطوير عقاري بدا في مصر من 20-25 سنه. فده كان النتاج الطبيعي بتاعه. للطريقه العاديه النهارده ان كان المطور بيقوم بكل الادوار، هو المطور وهو البنك وهو اللي بيبني وهو كل حاجه. فكان محتاج يخترع فاينانشال سايكل تخلي الموديل ده يكتمل. فكانت القصه ببساطه اللي كله عارفها النهارده، ان العميل بيروح يشتري الوحده مش النهارده بكذا مليون، فمش تقدر تشتريها كاش، فانت بتروح تحط داون بيمنت وتسيب شيكات حسب بقى المطور ده بيديك فاسيلتي 6 سنين 7 سنين 10 سنين، في وصل له ساعات ل 12 سنه وحاجات كده بس. وبتسيب شيكاتك وبتبدا بقى الكوميتمنتس والاتب بتاع ان انت سبت 500 شيك لمده 8 سنين قدام وانت مش عارف. انا دايما بقول الجمله دي،
بقول لهم مهما كان ملاءتك الماليه ومهما كان مستواك الاجتماعي ما حدش يضمن الكاش فلو بتاعه فور ذا كامينج 8 years مهما كان. يعني ممكن على فكره الكاش فلو بتاعك يحصل فيه اضطراب لشيء ايجابي، انت بتشتري شركه، انت اي حاجه، انت راجل معاك فلوس كتير جدا بس فجاه وقع قدامك اوبورتونيتي 3 years داون ذا رود وعايز تشتري شركه، خدت كاشك كله حطيته فيها. مش شرط يبقى عندك مصيبه يعني. بس اتس اولموست امبوسيبل ان انت تتنبأ بالكاش فلو بتاعك. انديات احنا بنخش نحط على عاتقنا كاشخاص. انا بقول لهم عمري ما اشتريت عقار الا لما بخرج، مع انك واخد قرار وانت مبسوط بيه جدا وانت اللي منقي وبكامل قواك العقليه ما حدش هددك، تخرج من ماضي الشيكات وماضي واخد عقدك وتحس انك اتبت كده، عارف اللي هو حمل وتحط على كتفك يعني. فبدانا نعالج البين بوينت دي. وطبعا المقاسي بقى اللي انا شايفها من جوه الاندستري بتاعت حته الشيكات ديت، وان اللي يترد له شيك واللي ياخد حكم واللي يتمنع من السفر وفي بقى مقاسي مش عايز اقلبها دراما، بس والله الحاجات دي حقيقيه احنا عايشينها يعني. انت تلاقي مثلا عائل الاسره لا قدر الله جرى له حاجه فجاه وتاني يوم في شيك، بمعنى الكلمه تاني يوم الوفاه حصلت النهارده بكره في شيك ب 100,000 جنيه على الوحده السكنيه. لا الاهل عارفين الفلوس فين ولا هنسده ازاي. هو ده اللي انا بقول لهم بقى. المواقف اللي زي دي مش عايز اقلبها دراما، بس انا بقول لك الانسايتس اللي احنا بناخدها وبنطلع بسولوشنز عشانها. انت ده انا بقول لهم المواقف دي اللي اتعمل عليها المثل بتاع موت وخراب ديار. يعني مش بس الراجل مات، لا وخراب ديار كمان. فبدانا بجد نشوف الحاجات دي، طب ازاي نطلع بسولوشنز. فطوبه جينا قلنا للناس حلينا بيها حاجتين. جزء بتاع الفلكسبيليتي انك ما تحطش عليك بتاع ما فيش شيكات، فاحنا جينا لسه سميناها طوبه في الاول. احنا جينا عشان بقول لك في جزء فيها جزء فراكشنال ده ليه دعوه بسهوله الدفع، في جزء ليه دعوه بالمواقف اللي انا لسه شارحها. جينا قلنا الوحده السكنيه ديت قسمناها لوحده قياس مجازيه اسمها طوبه، اللي هي وحده البناء الاساسيه، فده الماركتنج بارت يعني. فالشقه دي مثلا 100 متر 10,000 طوبه ايا كان مجازا دلوقتي، وهي الارقام هتلاقيها متقاربه من اللي انا بقوله دوت يعني. وقلنا بقى الطوبه سعرها بسيط تاني، فالشقه دي 10,000 طوبه 200 جنيه مثلا، ده كان السعر اللي بدانا بيه في حدود ال 200 جنيه. فالشقه دي ب 2 مليون جنيه. الحته تانية تقنيه، وساعات بيزعلوا مني المطورين لما بفصح عن الحته دي كلها وكاني بقول سر الصنعه يعني. الطريقه الكونفنشنال في التسعير ايه؟ العميل بيبقى فاكر نفسه لما يجي يروح يشتري شقه ب 4 مليون جنيه فيجي يقول لك ايه، انا ثبت السعر على الديفلوبر، انا كده جامد قوي. لا، انت اشتريت سعر المستقبل. انت الديفلوبر لما جه يسعرها وحقه، قصدي تاني برضو لا عيب في الديفلوبر ولا عيب في العميل يعني. الديفلوبر لما جه يسعرها هي اصلا سعرها المفروض يبقى 2 مليون جنيه، بس حمل عليها كل الحاجات عشان يعرف يديها لك بتسهيلات على 8 سنين، حمل عليها انترست ريت وحمل عليها الانفليشن اللي هيحصل في الرو ماتيريالز على ما يبني وكل بقى الكونتنجنسيز وكل الحاجات اللي ممكن تحصل وتتخيلها. وطبعا في سوق كمان فولاتايل سام تايمز بيحمل بزياده عشان يامن نفسه انه ياما اتعور وعشان الحاجات دي كلها. ففجاه بتلاقي نفسك مشتري شقه انفليتد لانك بتشتري فيوتشر برايس. فاحنا جينا في طوبه بنقول لك ايه، سعرها النهارده 2، لو افترضنا نفس المثال اللي هي بقت ب4 دي، هي النهارده ب2، عايزها النهارده كلها تدفعها ثمنها كلها هي ب2. وحتى فانت النهارده جاي تحط داون بيمنت بس بثمن الكاش بتاع النهارده اللي هو ال2. طب واشتري على قدك، في ده مينيمم معين بتتعاقد عليه، وفي مينيمم لازم تستوفيه كل سنه من الطوب عشان تبني، عشان تكمل الوحده بتاعتك ال 10,000 طوبه بتوعك دول. وسعر الطوبه متغير باليات السوق، فبدل ما احملك النهارده وانا بسعر الانترست ريت، احنا في لقطه الانترست ريت فيها عالي، فلو هسعر النهارده اي وحده جديده بروح مثبت الانترست ريت العالي على مده التمويل كلها. فيرسس في نظام طوبه النهارده الانترست ريت عالي انت شايله معايا، بكره نزل هنزله لك في الفورمولا، عالي شويه بتاع نفس القصه في الرو ماتيريالز وكل العوامل المؤثره. فاتس فيري فير جيم. والعميل ساعتها بقى هو اللي بيتحكم في اليونت بتاعته هتكلفه كام في الاخر ويدفعها ازاي. تدفع بقى طوبه كل يوم بمعنى الكلمه. احنا عاملين اب فيها ديجيتال كومبوننت، الفكره اب فيري سيمليس سهل جدا ما فيهاش تعقيدات. تخش على الاب وانت قاعد يوم الجمعه في البيت والبنوك قافله والسيل سنتر قافل والشركه قافله، تخش باونلاين بيمنت ميثودز مختلفه، تخش تشتري طوبه واحده. بدل ساعات بنهرج مع الماركتنج تيم، بدل ما تعمل ديليفري وتشتري سندوتش وبطاطس وحاجه ساعه ب 200 جنيه تشتري طوبه في بيت المستقبل بتاعك او بيت ابنك او القصه دي كلها. واكشلي ات از ذات كلوز تو اتشيفنج. انت لو بتشتري طوبتين في اليوم هتخلص البيت اون تايم. وهي مصلحه مشتركه، كل ما تدفع بدري كل ما بتاخدها في قرب. وشفناها بقى بقول لك، وانت دفعت، لو دفعت متاخر انا ما اتعورتش لان انا اتحملت زياده اللي حصلت. حلو قوي، مفهوم دلوقتي خلاص. الفرق ما بين الهيستوري اللي انت اتكلمت عليه مدينه نصر لل 11 مليون اللي موجودين دلوقتي، بالجزء نصهم بروجكتس تحت التطوير، جزءهم لسه
لاند بانك، اتكلمت على الانوفيشنز. فراكشنال اونرشيب هو التملك الجزئي، ان انت تبقى بتتملك جزء من، مش انت تتملك كل صح. وده اللي اعتقد كنت بتتكلم فيه على حله المشكله. انا مش لازم اعمل استوديو قد كده عشان يعرف يتباع، انا اعمل هعمل ذا رايت برودكت استوديو بالك منه حته صغيره يتباع يتسكن يتاجر بس تعرف تشتريه. بس. ممكن تقول لي خلال ال3 سنين اللي فاتوا، قبل ال3 سنين كانت احنا قلنا في الكونتراكتد سيلز، تعاقدات كانت مدينه مصر عامله ازاي النهارده او 23 او تعاقدات عامله ازاي، الايرادات او اللي هو ريكوجنايزد ريفينيوز كانت عامله ازاي النهارده بقت عامله ازاي، ارباح الشركه كانت عامله ازاي النهارده كانت عامله ازاي في ال3 سنين دول. بالصدفه السعيده الارقام اولموست 10 فولدز في كل الحاجات اللي انت سالت عليها. 10 مرات 10 مرات تقريبا في كل الحاجات اللي انت قلت عليها. يعني من 3 سنين كانت حجم اعمال الشركه اللي هي المبيعات التعاقديه كونتراكتد سيلز كانت حوالي 3 مليار، اقل شويه كانت حوالي 3 مليار جنيه. احنا قفلنا السنه اللي فاتت بتقريبا 35 او حسب بقى هنتكلم نومينال ولا كونتراكتد، مش عايز اخش في التفاصيل دي. بس من 33 ل 35 مليار جنيه مبيعات تعاقديه بنهايه في عام 23 والنتائج طبعا كلها معلنه عن عام 23 يعني. فده 10 فولدز. من 3 سنين كان ريكوجنايزد ريفينيو يمكن دي مش 10 فولدز لانها فانكشن اوف ديليفري، هو كان 2 وبنتكلم في 7 مثلا دلوقتي. اوكي في الرينج دوت. البروفيتابيلتي 10 تايمز، بس البروفيتابيلتي فيها حته تريكي برضو. الشركه دي شافت في يوم من الايام مبيع ارباح في حدود المليار جنيه نت بروفيت افتر تاكس. وبعدين انا لما استلمت الشركه كانت السنه اللي انا استلمت فيها ديت الشركه عملت 280. بس انا دايما بقول ايه المليار وايه ال 280. 280 دي كانت ريل اوبريشنال بروفيت. المليار كان فيها كومبوننتس مش سستينبل، كانت بيع حته ارض على الحاجات دي كلها، فمش سستينبل بزنس، مش افري داي بزنس. بس الشركه شافت في يوم من الايام ذس كايند اوف بروفيتابيلتي، يعني استحقاق وكل حاجه وبارت اوف اتس كور بزنس، بس مش حاجه افري داي بزنس ما اقدرش اعملها كل سنه. من اللاند باك 10 مليار باع حته ارض مش طوروها بالظبط. باع حته ارض رو كده دخلت، والارض عندنا زي ما كنت شرحت لك اصلا على البوكس تقريبا ولا حاجه، فبتنزل الرقم كله بروفيت. فحققت ريكورد بروفيت ساعتها الشركه في السنه ديت. بعدين رجعت للطبيعي بتاع، مش بقول بقى انه اخفاق، الاوبريشنال بروفيت الحقيقي لما كانت بتبيع بحوالي 3 مليار كان حوالي 300 مليون جنيه. ده البروفيت بقى اقدر اقول عليه من ذا ريل اوبريشن اللي سستينبل اللي اقدر ابني عليه. البروفيت احنا قفلنا 2023 ب 2 مليار و200 مليون تقريبا نت بروفيت افتر تاكس، فكلوز تو 10 فولدز من ال 283 بتاعه 2021. فاحنا بنتكلم في كلوز تو 10 فولدز اون بروفيتابيلتي ليفل، وده كويت افيت لان انت دخلت كمان برضو عندك a lot of fat وعندك a lot of reorganization للبيت من جوه والحاجات دي كلها. فاتس نوت ايزي برضه انك تظبط بروفيتابيلتي في نفس الوقت. يعني عاده تقول لهم انا محتاج هدنه اون ذا بروفيتابيلتي ليفل لحد ما نظبط الدنيا وبعدين نرجع تاني للبروفيتابيلتي ليفل. فتوك اس شورتر تايم ذان وي ثوت. الحمد لله ان احنا نوصل لذات ليفل اوف بروفيتابيلتي، وبنفخر ان احنا نقول ان احنا وير ابروتشنج ان البروفيت بتاع الشركه ان فيري شورت تايم يبقى قد الكونتراكتد سيلز بتاعتها من سنتين 3. فده الحمد لله ليفل الارقام اللي حصل في الفتره اللي فاتت. عايز اسالك بس معلش عشان هنا تبقى مهمه قوي، الكونتراكتد سيلز في الماركت كانت كام ساعتها من 3 سنين؟ الكونتراكتد سيلز في الماركت من 3 سنين عندك فكره الرقم ده؟ يعني لو احنا بنقول ان هو تريليون النهارده، اعتقد ان احنا ساعتها كنا بنتكلم في حوالي 300 مثلا، من 250 ل 300 مليار. فهو زاد 3 مرات بس انتوا زدتوا 10 مرات. حلو قوي. عندك في بتفصحوا عن اي ارقام ليها علاقه بطوبه؟ احنا طوبه وين وي لونشت على زون معينه، فايت وازنت اكروس كل البروجكتس. في بروجكت واحد اخدته بالظبط، خدناها حطيناها على بروجكت واحد اند وي سولد ات اوت سونر ذان وي ثوت برضه. يعني احنا كنا حاطين لها 6 اشهر اتباعوا في 4 شهور البتاع دي سولد اوت. الطوب اتباع كله في 4 شهور. اللي هي البارسل اللي متطبق عليها طوبه، لان هي طوبه دي بقول لك انت بتروح تشتري وحده سكنيه بعقد بس، وعدد طوب للوحده السكنيه بتاعتك. فهم كله في عدد وحدات معين مخصص ليه. الوحدات كلها اتباعت. الوحدات كلها اتباعت بالكامل. النهارده بقى عندنا خناقه
فعلا بيجي لنا كولز على الكول سنتر، او انا بخبط في ناس كتير جدا يقولوا لي انا عايز اشتري بنظام طوبه، افتحوا لنا انفنتوري جديد. وان شاء الله وير دوينج ذات فيري سون يعني. قاعدين بالعكس، احنا الدايلاما اللي احنا فيها دلوقتي نفتح انذر بارسل ولا نعمله وايد سبريد على كل المشاريع. بس بقى والماجيكال بارت اوف طوبه ان الداتا فيها حلو قوي. احنا اتس ديجيتالايزد كمان، بقول لك في ديجيتال كومبوننت، فاحنا شايفين داتا حلو قوي مديانا شويه انسايتس جديده كمان، وشايف بقى هابتس وبيرتشيسنج هابتس، والناس بتشتري الساعه كام وايام ايه وكل بيمنت بتزيد ولا بتقل، والترندز طالعه ولا نازله، وطبعا نزود عليه لاير ديموغرافيكس، انت عارف مين اللي بيشتري والقصه دي كلها. فمطلع لنا انسايتس خطيره وموريانا الافكتفنس بتاعتها والاكسلريشن، والناس بتدفع اكتر في نظام طوبه عن النظام العادي ازاي، والايدج براكت. بص مطلع لنا شويه داتا خطيره مخليانا بقول لك يعني انا بقول لك we're still scratching the surface of طوبه. بيرفكت. عايز اخدك، احنا دلوقتي قلنا كبرنا 10 مرات في ال3 سنين اللي فاتوا، عايز اخدك 10 سنين من دلوقتي مدينه مصر هتبقى عامله ازاي؟ الدريمز بتاعتنا sometimes بقول لكم جمله تضحك، بقول لهم انا لو افصحت للبورد عن طموحي للشركه دي هيرفدوني عشان الراجل ده مجنون. باك تو اور بيربس ستيتمنت، لما بنقول سستينبل كوميونيتيز ما ينفعش يبقى العنصر السكني بس هو اللي طاغي. فاحنا احنا لسه مفصحين وعاملين بريس كونفرنس وبنتكلم على اور نون ريزيدنشال كومبوننت. في اللاند بانك الحالي احنا عندنا 1,600,000 متر نون ريزيدنشال مساحات بنائيه نون ريزيدنشال لسه نقدر نبنيها. الرقم ده بس تو بوت ات انتو كونتكست، انا كنت شبهته بملاعب الكوره، انت عارف دايما يحاولوا يعملوا الاناليج ديت. احنا بنتكلم في حاجه بتاع 250 ملعب كوره of non-residential components. كان في خبر عن، كان عمرو بيقول لنا في خبر عن اتفاقيه ما بينكم وما بين شركه تانية في يس. امبارح اعلنا في بريس كونفرنس كبير جدا شراكه ما بيننا احنا وسيرا اديوكيشن وبلو ريبن فور سبورتس مانجمنت وايكول لمانيا مدرسه سويسري، عاملين نيو انوفيشن اكشلي وذس فولز اندر اور انوفيشنز وانوفيشن لابس، بس مش on the financial engineering part بقى on the product level part النون ريزيدنشال. فدي كانت حدث كبير جدا بنفخر بيه، ان احنا عاملين مدرسه بنزعم انها one of its kind at least في المنطقه confidently اقدر اقول كده، ان لم يكن في العالم بالفورمولا دي بالظبط، وبشهاده السويسريين اللي جايين معانا ايكول مانيا دول. مدرسه من سنه 1908 تخرج منها نوبل برايز وينرز وامراء في اوروبا وعظماء كتير جدا. اول فرع ليهم بره سويسرا عندنا، بس بفورمولا جديده حتى عن اللي عندهم في سويسرا. احنا قلنا لهم احنا عندنا فكره وعايزين نعملها، لو انتم مؤمنين بيها تعالوا معانا وامنوا بيها. قلت لهم احنا عايزين نعمل نيو هايبريد شبه المدارس الداخلي شويه اللي فيري سكسسفul بره، بس الثقافه عندنا لسه مش equipped فور ذات، ومش حاسين ان هي ايديال سيتويشن لينا. بس هي المدرسه اللي بتعامل الطفل في الرياضه زي التعليم، فما يبقاش فيه الباي اوف دايما بتاعنا عشان اطلع محترف رياضيا اجي على حساب التعليم، او عشان اطلع متفوق تعليميا ما العبش رياضه. فهي مدرسه سبورتس فوكست، مدرسه تعليميه كامله، اي بي انترناشونال بكالوريا دبلومه فروم كي تو 12. بقول لك فيري ريبيوتبل في سويسرا. هم اللي مهندلين الاديوكيشن بارت، ومعانا بلو ريبن في السبورتس بارت. وازاي بقى الطالب بيروح المدرسه ساعه بدري ويخلص ساعه متاخر، يروح البيت مخلص رياضته وتعليمه بروفيشنالي. ريت بقى نروح التمارين ومش مفيش بقى الهاسل واللوجيستكس دي، ويروح يلعب يبقى طفل بجد ويعيش حياته ويقعد مع اسرته والقصه دي كلها. فدي اول حاجه، اول شكل هو تنوع مشاريع، ان هي تخش في المشاريع الغير سكنيه. ايه تاني؟ ده على سبيل البرودكت وسبيل التكامل، اللي هي عشان نبقى حققنا حته السستينبل وتبقى كوميونتي بجد ما يبقاش بتاع. ودي خلي بالك كله بقى بيسيرف بعضه. انت لما بتحقق المعادله الصح في النون ريزيدنشال كومبوننتس، الريزيدنشال كومبوننت عندك بيعلى كقيمه واوفرنج وقدرتك على بناء مدن تاني. we've done it before we're doing it again. ممكن اسالك سؤال؟ ليه انا بسالك السؤال دوت؟ لان هو من القطاعات الممثله بشكل كتير في البورصه المصريه هو قطاع الريل ستيت. هل في 10 سنين هل هو قدرتكم على ان انتوا تنفذوا هذه المشاريع بشكل مختلف، ولا فين هيبقى اليونيك فاليو بروبوزيشن او الديفرنشيتور بتاع مدينه مصر فيرسز الشركات الاخرى؟ اوكي، جزء منه ديفينيتلي اللي انت بتقوله ده كله هتلاقي ديفلوبرز كتير بيسعوا ليه، واحنا عاملين له زي تاسك فورس كده لوحدها، ان ازاي تبقى الاوبريشنال اكسلنس بتاعك شكله عامل ازاي، او الافشنسي بتاعتك في التنفيذ، لان دي one of the biggest challenges في الصناعه عندنا. احنا عايزين نتحول من just a real estate developer
لكلمه ممكن تبدو سيميلر بس هي ثين ريد لاين بينهم، انه not just a real estate developer or an urban developer. فاوربن دي انت بتتكلم فعلا على ليفل سيتيز، فانت لازم تراعي عناصر كتير جدا وفيرتيكلز كتير جدا، ممكن تلاقي نفسك داخل تخش فيها في الامبلمنتيشن وفي انفستنج بقى في الرو ماتيريالز وفي الكونستراكشن ميثودز وفي القصه دي كلها. هلخصها لك بطريقه طريفه جدا، باك تو اسم مدينه مصر. لما غيرنا اسم الشركه وحصل ساعتها كونتروفيرسي كده ولغط وليه وازاي وايه الاسم ده والاسم القديم ماله والمش عارف مين، فقلت لهم عارفين كده زي يعني واحد من الاسباب اللي خلينا نختار الاسم ده وعبقريه اختيار الاسم ده كان انك تفضل في ذاكره الناس مدينه يعني بقول لهم البراند بتاعنا بقى كانه جمله في العقل الباطن، مدينه مصر اللي كانت مدينه نصر، لان ده فيري سيميلر، حرف واحد اللي اتغير الشركه ان 10 years. قلت لهم عارفين كده زي ما الصينيين والصين يعني حضاره كبيره جدا، زي ما هم بيفخروا ان لهم في كل مدينه تشاينا تاون، احنا عايزين في يوم من الايام نبقى في كل حته في العالم في مدينه مصر. Specifically about our 10-year vision, we are going to be a global 500 company in the coming 10 years. How when exactly with what components دي التفاصيل اللي قلت لكم ما اقدرش افصح عنها دلوقتي. بس we are determined to be a global 500 company in the coming 10 years ان شاء الله. ان شاء الله. الثلاث سنين الجايين بقى يعني احنا خلاص قلنا 10 سنين، الثلاث سنين الجايين يس الثلاث سنين الجايين بالعكس كلير كات بالنسبه لنا. بيلر اساسي منها is the non-residential component. We kick started already. We launched two projects at the same time. واحد اسمه تاجد في تاج سيتي وتاجد تاني بس في سراي. two small malls كده مش small actually. واحد منهم مسميه البيج بوكس مول دوت، عباره عن for the first time بنزعم في مصر a big box plaza بالانترناشونال ستاندردز. البيج بوكس بلازا دي تجيب ريتيلر كبير وبياخد مساحه عمره في حياته ما عملها قبل كده بارقام كبيره، الهايبر موديل بس في صناعات مختلفه. فده اطلقناه الحمد لله، يعني هيفتح بابه للجمهور زي ما بيقولوا 1/7 خلاص، فاحنا بنتكلم في فيو دايز بعد العيد. اللي زي في واحد كوميونتي مول صغير في سراي، فاحنا بنتكلم في حاجات اكزيستنج اون ذا جراوند، ودي بنكيك ستارت بيها. امبارح اعلنا المدرسه والنادي، فذاتس انذر نون ريزيدنشال كومبوننت. عندنا مدرسه ثانيه فتحت بابها فعلا للطلبه في شهر 9 اللي فات. والبايب لاين بقى بقول لك التركيز في مدارس ولا جامعات بقى؟ بنتكلم على حاجه هاير اديوكيشن دلوقتي، بس حاليا اللي فتحوا او اللي فتحت واللي اعلن عنها امبارح كانوا كي تو 12 او مدارس قبل التعليم العالي. وبنتكلم على حاجه هاير اديوكيشن. فتاني بقول لك بيلر مهم قوي في الثلاث سنين الجايين از ذا نون ريزيدنشال كومبوننت. كنت برضه كان في اخبار ليها علاقه باوتيلات ولا انا احنا اتكلمنا ان جنرال على ان احنا داخلين في الهوسبيتاليتي، داخلين في الميديكال، داخلين في الحاجات دي كلها. وفي الحاجات دي خلي بالك عشان الناس ما تتخضش برضه، احنا بنجيب الاندستري اكسبرتس. بنحاول على قد ما نقدر، احنا وي دونت وانت تو سيل ذا ستاف، احنا عايزين يا نبيلد ذا ليست بالذات في الحاجات الستريت فورورد زي الريتيل والاوفيسز، والحاجات السبيشالايزد زي الميديكال والاديوكيشن والسبورتس بنجيب اندستري اكسبرتس وبنشاركهم. والغرض ان انت يبقى عندك فلور من الايراد كل سنه من هذه المشاريع. ده بارت اوف ذا فيوتشر. على فكره في كلام كتير جدا من اللي احنا ساعات كنيو مانجمنت نروح نقوله للبورد، يقول لك يا الكلام ده يعني تو مودرن، تو جريء، تو مش عارف مين، بس احنا في ظهركم يلا. فالحته دي بقول لك الهارمي ده والفوكس اون وان بيربس والبتاع اي ثينك از فيري امبورتنت بارت اوف الحته بتاعت باك تو انا بقول دايما ان الفرق في العصر اللي احنا عايشين فيه عن العصر اللي فات او اللي هو الثوره الصناعيه، ان هي كانت دايما مصانع والاسامبلي لاينز والافشنسيز عامله ازاي والكلام ده كله. اعتقد العصر اللي احنا فيه ممكن 4-5 قاعدين جوه اوضه يعملوا ابلكيشن زي تندر يكسروا بيها الدنيا. انا فاضل لي سؤال بس، انا عايز اختبر قد ايه انا مركز معاك وقد ايه انا شربت اللي انت بتحاول تعمله. دايما في سؤال بنساله، لو انا هنقول انت في 3 كواليتيز او 3 حاجات هم دولت اللي بيمثلوا الشركه اللي هو انا زي ما اقول لك احنا مش هنبقى كل حاجه لكل الناس. انا في 3 حاجات لو عملتهم صح هكسب في الماركت ده. لو انا قلت لك ان 3 دولت هم الابتكار، مجتمع متكامل، والاستدامه. 100% كانت اجري مور. مركز معاك في 100%.